مساء الفل يا عزت. مساء ايوه يا عم، كلامك طلع في التلفزيونات الثانيه، الكلام اللي انت قلته هيجي لك نوم. ده هيجي له نوم طبعا، بس الحقيقه المره دي انا كان قصدي يجي له نوم وهو في وسطينا، ولكن مش ده اللي انا عايزه اتكلم فيه. انا بجد عايزه اتكلم يا جماعه. اولا عايزه اقول لكم بمنتهى الصراحه، مصر اقبالي اعتذاري اني ما كنتش موجوده يوم 30 يونيو. يعني لو اقدر اعتذر للشعب الكريم اني ما كنتش موجوده، يعني عمري ما حسيت بوجع وانا بعيده عن قلبي وبلدي وعن وطني يوم 30. انا بكيت 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 بالدموع وانا بعيد عن مصر. ظروفي كانت تمنعني، وكنت يعني ظروف عائليه غصب عني جدا 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 اضطرتني ان انا اسافر من يوم 26 وانا خارج بره مصر. بس عايزه اقول لكم من يوم 30 وانا ما بنامش، يعني ما بنامش لحد النهارده. بصحى طول اليوم فاتحه تويتر. انا كنت في اسبانيا، فاتحه تويتر، ما كنتش بقدر اشوف القاهره اليوم، بتابعهم على موقعنا على تويتر. وعايزه اقول كل الشباب بجد اللي بيشتغلوا على صفحه الفيسبوك في الانترنت، واللي بيحطوا كل كلام الحلقات بتاعتنا على التويتر، انا بحييهم على المجهود الرائع. لان لسه حتى كنت بقول لعمرو انا كنت متابعاك وكاني شايفه الحلقه، كنت بسمعهم بعناية، يعني شايفه الكلام اللي بيقوله خالد وبيقوله جمال وشردي وضيا وعمرو، كنت شايفه الكلام والتفاعل وهتجنن عايزه اشوف اي صوره ليهم. طبعا كنت ممكن انتظر اشوف الحلقه تاني يوم على المقاطع او في الملخص على النت، بس ما كنتش بلحق اشوفها في نفس الوقت. متابعه محطات تانية، متابعه طول الوقت. يوم 30 عايزه اقول لكم حاجه كانت غريبه جدا. انا طبعا الاوتيل اللي انا فيه واي فاي، بس ما كنتش هقدر اقعد طول اليوم، فكنت بدور على اي ريستوران او اي مكان اقدر اشغل الايباد بتاعي وابقى على الواي فاي حاجه وانا قاعده في المكان. الويتر اللي رايح جاي يعني قاعده على الترابيزه ما بقومش، يعني فهو بتاكلي كذا يا اما تويتر يا اما شغاله على الايباد بقلب ما بين كل حاجه. درجه الراجل جه قال لي هو انت مين وايه ده؟ يعني هو شايف ان شكلي مش عربي، فبقول له ده مصر وده اللي بيحصل في مصر. المجموعه اللي موجوده في المطعم اتشدت، بقت ايه اللي حصل وايه الناس دي كلها، طب وايه اللي هيحصل دلوقتي؟ لدرجه ان انا وانا ماشيه بعد 4 ساعات انا قاعده يمكن في المطعم ده موجوده، يعني اللي هو مش عاوزيني امشي. طب ورينا الموقع ده عشان ندخل عليه، طب احنا لازم نروح البلد اللي فيها الناس دي، معقوله دي مصر؟ وبقوا يصوروا، لقيت طابور الناس بقت تصور من الايباد بتاعي اللي بيحصل في مصر، يصوروه كل واحد يتصور جنبه، يعني حاجه يقفوا جنب الايباد وصورهم ويتصوروا ان هم تصوروا جنب الجماهير اللي نازله في مصر. انا بعتذر ان انا ما كنتش موجوده، لاني الحقيقه في مظاهرات نوفمبر انا كنت موجوده في الاتحاديه وفي التحرير، ما كنتش بسيب اي حاجه وكنت بنزل، فكنت حاسه ان قلبي وجعني، يعني ازاي ده يحصل في مصر وانا مش موجوده. امبارح وانا جايه وركبت الطياره كان في موقف غريب جدا، والواحد حسه الصحفي والاعلامي دايما موجود. يعني انا برضو ماشيه والتويتر مفتوح طول الوقت، ما بسمعش حد، انا بشوف ايه اللي بيحصل اول باول. طلعت الطياره مصر الطيران، طبعا انا ما بركبش غير مصر الطيران، وانا موجوده الطياره ما بتقومش. فجاه لقيت في راكب فلسطيني بينزلوه من على الطياره، ما بقتش فاهمه، وطبعا متعصب وكده. الراكب ده كان يعني بيوزن قدامنا وكان متلخبط، وبرده ما كناش عارفين متلخبط ليه. لكن المهم ركبنا على الطياره، لقيت محطه مصر الطيران في برشلونه بتنزله من على الطياره، فبسال طاقم الضيافه فقالوا لي في اوامر بانه ما يركبوش. ما اعرفش الاوامر اكيد مش ضد الفلسطينيين بشكل عام، ولكن ربما كان في تحفظ على هذا الراكب. هذا الراكب نزل، وطبعا انتظرنا وقت طويل جدا لما نزل شنطه. هنا حسيت ان الجيش صاحي، وانه الاداره في مصر صاحيه، وانه مش عايزه اقول الحكومه لان ما كانش في حكومه، ولكن الجيش والشرطه صاحيين، هم دول المتبقى. وهنا حسيت بالامل، وحسيت ان في حاجه بتحصل في مصر. انا كنت هوصل قبل البيان، وفعلا فضلت حتى على اتصال بمصطفى السقا يقول لي بلاش خوف بقى، تيجي بالسلامه. كان عندي قلق غير طبيعي. نزلت يا جماعه مطار القاهره، كنت عامله زي الناس اللي بينزلوا، نزلت وبصت مطار القاهره وكنت دموعي سبقاني، وكان لسه البيان ما طلعش، بس كنت حاسه ان انا عايزه اوصل مصر، مش عايزه اي حته في العالم، مش عاوزه غير ان انا اجي البلد دي. انا بحبك قوي يا مصر، بحبك قوي، بحب مصر جدا. ده حقيقي، بحبك يا مصر. بس خلاص، كله خلص وكله تمام، كله حلو وجميل. بس خلاص كله هايل، وكلنا كنا في الحاله دي، يعني كلنا كنا في الحاله دي كلنا، فمعلش. هي اختلطت الدموع، الفرحه دي اسمها دموع الفرحه، العارمه
اللي حسوا بيها أنا كل أسفة المصريين. أسفة، الواحد ما فرحة امبارح عمرو أديب، أمال. المجموعة كلها امبارح بكت. شردي كان عمال يمسح دموعه، خالد كان عمال يمسح الواحد دموعه. المفروض يبقى مهني، الكل كان بس بيعيط أنا امبارح مصرية بالفرحة. انا خلاني اعيط مرتين امبارح. انت كويس انت حضرتي الكلام حضرت وجيت على ميدان التحرير. الميك اب بتاعك مش هيسيح مهم وهتبقى الميك اب، مش مصيبة. مهم اي حاجه، المهم انه شيء رائع. بلدنا مش عارفه اقول احسن ايه. بلد في الدنيا، وهتفضل طول عمرها احسن بلد في الدنيا لغايه ما القيامه تقوم، ما تقلقش. عزت، الصورة اللي العالم كله شافها شيء رائع. طبعا. عمر الناس ما شافوا هذا التجمع، عمره. انا مستحسن يعني المهنية لازم انا نخرج. هقول لكم على حاجه، هنخرج بريك وهنرجع لكم اعتذر تاني لانه احنا في فرح دقائق ثم ودموع. نعود مره اخرى الى حضراتكم. ابقوا معنا ارجوكم.